حضي راسك، راه التركيز اعلى ديال الزيت العطري ما تعنيش جوده افضل. بطبيعه الحال غيكون فايت لك. شفتي بزاف ديال البائعين العطور، سيرتو عطور التركيب، تيروجوا المنتجات ديالهم على انها عندها جوده افضل حيت هما تيخدموا بتركيز اعلى. علاش قلت عطور التركيب بالضبط؟ حيت هما اللي عندهم الامكانيه انهم يتحكموا في التركيز ديال الزيت العطري. الناس اللي كيبيعوا اوريجينال كيجيب بارفان واجد كيعاود يبيعوا وما تيقربوش. هنا علاش قلت لك حضي راسك، حيت هذه القضيه فيها مشكل، وانا غادي نشرح لك علاش كاين المشكل. حيت مصممين العطور يعني فاش كتكون كتصايبي الله ان بارفون، كتكون مثلا مازال مبتدئ، تيكون ما تفوتش 25% كحد اقصى. علاش؟ حيت كاين واحد المواد اللي ما تقدرش تخدمهم في واحد التركيز اللي كبير بزاف. على داكشي علاش كتلقى مثلا كاين واحد لا فيرسيون او دو تواليت، واحد فيرسيون او دو بارفان، واحد فيرسيون اكستري. ولكن فاش كنت عندك زيت عطري وكتجي وكتقول لهم انا غنخدم ب 40% وكتطلع وانت اصلا داك الزيت العطري غير امبورطي ولا غير شاري ما عارف شنو فيه، هنا يقدر يشكل خطر. بخصوص حتى الناس مازال كاين اللي مازال كيطبق البارفان على الجلد ديالو، على العنق ديالو ايتترا، قد يسبب مشاكل. غتقول لي لا راه كاين سوفاج اليكسير، كاين لي فيرسون اليكسير، وانا غنشرح لك علاش بالضبط كاين اليكسير. علاش كاين سوفاج اليكسير؟ راه مثلا هذاك البارفان اليكسير اللي مثلا الكونسنتراسيون فيه 35% ولا 40%، راه لا فورمول ديالو مبدله على داك البارفان العادي. وفي ديك لا فيرسون اليكسير راه الشركه كتكون عارفه كاع المواد اللي ما خصهمش يفوتوا واحد اون سيرتين كونسونطراسيون، كتحيدهم وكتعوضهم بمواد اخرى باش كيعطي هذاك الاليكسير اللي واخا التركيز ديالو طالع تيكون امين 100%. على عكس فاش كتكون عندك واحد لا فراغونس اللي غير امبورطي شاري وما عارف شنو فيها، وكتجي كتعمر التركيز كتطلع وكتبدا تسوق على انه راه التركيز اعلى يعني جوده افضل، هنا راه كاين مشكل. دونك بخلاصه راه التركيز اعلى ما تعنيش جوده افضل، بالعكس الا بان لكم شي تركيز اللي كثر كاع من 25%، اتونسيون قلبوا الست سعود، خذوا اون دو بارفان اللي التركيز ديالها فيها 20% 25%، وما تاخذوش شي حاجه اكثر. هادشي كنهضر على جينيريك. بالنسبه للوريجينال هذوك راه ما عليهمش لا حرج عليهم، دوك راه محترمين القوانين ديالهم. هذا ما كان، و اديوس.